مشاهدينا الأحبة في كل مكان، أسعد الله مساكم بكل الخير ويا مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم اليومي جريدة بلا ورق. بلا ورق لكنها ملونة بالمحبة والحرص على تقديم مختلف الأنشطة الفنية الاجتماعية والثقافية. من الآن وعلى مدى ساعة نسعد بصحبتكم، وفي هذه الحلقة ريتشارد الثالث يستأذن شكسبير ويؤدي دوره في مأساة عربية. نور مهنا يبعث لجمهور أبو ظبي رسالة الطرب العربي الأصيل. سباقات الهجن تعيد لسفينة الصحراء صدارتها في المشهد التراثي. سليمان البسام مشاهدينا مخرج مسرح كويتي، والمسرحية هي ريتشارد الثالث، أما القاعة فهي في هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. هذه عناوين الفقرة التالية اللي بنبدأ بها مشوار اليوم، ونضيف لها عنوان آخر هو حرص المشهد الثقافي في أبو ظبي على أن تتوزع أنشطته على تنوع الثقافات والفنون من أجل المتابع أولا وأخيرا، حيث المسرح والموسيقى والتشكيل. لكن السؤال، من هو ريتشارد الثالث سماح وما علاقته بالعرب؟ شو اللي تناول في مسرحية سليمان البسام، ولماذا ريتشارد الثالث بالخصوص يتساءل البعض؟ طبعا احنا موجودين في جريدة بلا ورق نجيب على كل الأسئلة حول الأحداث اللي تقام في أبو ظبي، والجواب هو محاولة تعريب النص الأصلي وإسقاطه على الواقع العربي من خلال حوار بالعامية والفصحى. خلونا نتابع التفاصيل في التقرير التالي. مسرحية ريتشارد الثالث من أكبر وأهم المقطوعات الشكسبيرية، تتناول حياة صعود وانهيار ملك إنجليزي في القرن الخامس عشر، وهذا العمل يتجول منذ تقريبا سنتين الآن. كنا قبل أن نأتي إلى الإمارات الشقيقة في عاصمة الولايات المتحدة في واشنطن، وتم افتتاحية العمل في مدينة العين الجميلة منذ أسبوع تقريبا في الحصن الجاهلي. لكني سأحيا لأرد الجميل لمن كان السبب في حبسه، وكذلك سيفعل هذه كلارا نفسه. أعداؤك بالأمس هم أعداؤه اليوم. إليزابيث قد زالت الروس نامت والعصا عسكر. حافظنا على المسائل ذات الطابع الإنجليزي بالنسبة للأسماء، بالنسبة للأماكن، لكن في هناك كان نوع من تعريب الصورة عبر اللباس العربي والتقاطع اللي حدث بين المسرحية الأصل والإعداد اللي تم عن طريق الأستاذ سليمان البسام المخرج المسرحية بنفس الوقت. هذا من عقدت النية عليه، إذا لا سمح لنا جرى للملك سوء. لا سمح الله. أول في طبيبة أو واحد من إخوانه. يا صاحبي يا أخي. تفليتات بنص الليلة وبسقت فم السنة. الله لا يقولك. الله يطول عمرك. آمين. 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 دوري إليزابيث يلي مرت الملك، ويلي بيجي ريتشارد يلي هو خي جوزها وبيقتل أولادها وبيستولي على العرش، وهي بتكون عم بتحاربه يعني بكل الطرق يلي بتقدر عشان تسترد هيدا الحق يعني. كانت هذه مشاهدينا بعض المشاهد من مسرحية ريتشارد الثالث. وصرح سعادة عبد الله العامري مدير إدارة الثقافة والفنون بأن هذه العروض الأولى لن تكون الأخيرة في مجال المسرح. السيد عبد الله العامري معانا على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا.
حياك الله. بداية كنا حابين نسألك، هل هناك برنامج لاستضافة مثل هذه الأعمال المسرحية في المستقبل؟ طبعا نحن ابتدينا يمكن بعرض مسرحي. في البداية كان هو عبارة عن عرض راقص، كان يمكن يكون أجنبي، هو عبارة عن عمل مسرحي راقص كان لجولييت بنوش والأكبر خان. وابتدينا وبعدها كان العرض المسرحي لشكسبير ريتشارد الثالث، العرض الثاني. طبعا نحن أجندتنا في هيئة الثقافة أن نحن نبحث عن ما يفيد المجتمع من أعمال مسرحية وفنية تثري الحركة الثقافية في إمارة أبو ظبي. جميل. أستاذ عبد الله، يعني شهدت الفترة الماضية نشاط مكثف على كافة الميادين الثقافية والفنية. شو بالنسبة عن الفترة المقبلة، خاصة تعرف شهور الصيف واستغلال وقت الصيف؟ هو طبعا هي كل فترة من فترات السنة لها خصوصيتها. أعتقد الفترة الصيفية هي فترة تجبرنا على نوعية معينة من البرامج، اللي هي يمكن يكون برامج هي تعتبر فترة استراحة بالنسبة للجمهور. يعني صحيح. عادة الجمهور يكون جمهور استمتع خلال فترة الشتاء والفترة الموسم بالعديد من الأنشطة، وأنا أعتقد أنه هو الإكثار في الفترة الصيفية من الأنشطة هو نوع من المبالغة. هي فترة استراحة، ونحن نسعى عادة لنوعية من الأنشطة اللي تكون شبه ترفيهية. تلاحظ في الصيف مثلا عندنا أنشطة موجهة للأطفال فترة الإجازات، في عندنا بعض الأنشطة اللي تواكب العائلة بشكل أكبر، يعني يكون في مساحة أكبر للأطفال في إجازاتهم، ففي توجه أكبر للطفل في فترة الصيف أكثر من البالغين. صحيح. جميل. وأنتم طبعا تقومون بمجهود يعني يعطيكم العافية عليه. بس كنا حابين نعرف شو تفاعل الجمهور مع هالنشاطات المقدمة من الهيئة من خلال كافة الفنون والأنشطة؟ اللي لاحظناه طبعا الفترة الأخيرة أن الجمهور بدأ يحس أن عدد الأنشطة كثر. عادة هي الأنشطة والغرض منها هو تطوير المجتمع، سواء كان الطفل أو الكبار. هو تطوير أو وجود أنشطة كمية أنشطة كبيرة هي تعمل نوع من تطوير الفكر، تطوير المجتمع، تفاعل المجتمع مع هذه الأنشطة، ووضع عادات وثقافات من خلال انصهارها من خلال المشاهدة وتواجد هذه الأنشطة. اللي لاحظنا أن الجمهور بدأ يكون جزء من هذه الفعاليات، بدأ ينتظر شو الجديد من الفعاليات، بدأ الجمهور حاب أنه هو يشارك. ما عاد الجمهور واقف ينتظر نشاط يكون موجود. تكونت عندنا جماعات يسموها جماعات صديقة للأنشطة الثقافية هذه، بدأت تساعدنا في عملية تسويقها، توزيعها، الإشراف، كذلك المساعدة في الإشراف والمساعدة. جميل. شكرا للسيد عبد الله العامري، مدير إدارة الثقافة والفنون في هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. أعزائي المشاهدين، ما زلنا في المشهد الأول من الجريدة، وخلونا نتابع بعد الفاصل هاي المواضيع. نور مهنا يبعث لجمهور أبو ظبي رسالة الطرب العربي الأصيل. سباقات الهجن تعيد لسفينة الصحراء صدارتها في المشهد التراثي. خميس بن زعل يجيب على أسئلة التراث. الله مشاهدينا، أنا سماح أحمد وراح آخذكم في رحلة جذور عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا. بننطلق من أحداث تستضيفها أبو ظبي، وراح نروح نبحث عن كل ما يخص ثقافتنا. باخذكم لسباقات الهجن وبراويكم تربية الصقور. راح تستمتعون لصوت العود وراح تروحون دهن العود. معاي في جذور سترون الأمور كما لم ترونها من قبل. تابعوني كل سبت الساعة 8:30 المساء. جذور السبت على قناة أبو ظبي الإمارات في التوقيت التالي. المعركة من أجل البقاء بين الوحوش. 150 مليون احتمال ومعه 24 ساعة لكسر الشفرة. خاتمة المعارك لصراع قديم بين الوحوش. قاتل مهووس بالدماء يبحث عن فريسته القادمة. شرطي مخلص تحركاته مريبة. I'm Suzette.
Harry Plummer. My name is Lavinia Fantasy. الحياة مختلفة بعد 20 عاما حينما تلتقيان. الأفلام الأجنبية على قناة أبو ظبي الإمارات تأتيكم في التوقيت التالي: الأضخم، الأسرع، الأعمق، الأطول، الأغلى، الأقصر، الأكبر، الأقوى، الأصغر. وما الحياة دون جديد يدهشك؟ جينيس وورلد ريكوردز على قناة أبو ظبي الإمارات في التوقيت التالي. حياكم الله ويا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. نور مهنا فنان من مدرسة القدود الحلبية أوصل لجمهور أبو ظبي رسالة الطرب العربي الأصيل من خلال حفلة طربية في هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، وهي واحدة من الحفلات العديدة في النشاط المستمر على مدار العام. ومعروف أن حلب هي قلعة القدود الحلبية ومدرستها الأولى، حيث برز منها العديد من المطربين أمثال محمد خيري وصباح فخري وغيرهم. وقد احتفى جمهور الإمارات بالفنان نور مهنا الذي نتابعه في التقرير التالي. طبعا حفل الخميس من كل شهر يقام شهريا في الخميس الأخير من كل شهر، والغرض من الأمسيات الموسيقية التي تقام كل شهر هو إحياء الطرب العربي الأصيل وإعطاء مساحة للمطربين الذين أثروا الوطن العربي لإقامة أمسيات موسيقية لمحبيهم ومعجبيهم. أنا اليوم لما بشوف دولة الإمارات سباقة من ضمن الدول العربية لهذا المشروع الرائع، وأتمنى أن يستمر مثل ما كانت بالسابق أم كلثوم رحمها الله كل أول شهر تعمل حفل، فهذا الشيء يعني أنا في غاية السعادة. أنا قد أكون في هذا المهرجان هذه السنة، ممكن لا أكون السنة اللي بعد، ولكن الاستمرارية مطلوبة. يعني سماح بالفعل الموسيقى الشرقية، القدود الحلبية، الموشحات، الطقطوقة، أنواع الموسيقى العربية هذه الأصيلة تذكرنا بالشجن الجميل للعرب ولتراثهم الموسيقي. واللي عارفة عنك أنت تحب يعني تعرف عن هاي الفنون العربية ومحافظ دائما أنك تعرف عنهم. أعتقد إحنا أول البارحة يمكن تناولنا الموسيقى السيمفونية لزوبن مهتا ولتشايكوفسكي والموسيقى العالمية، وهذه أنا أكيد كل واحد له فن، كل له فن ولا يمكن نغم خاص، لا لذة خاصة، لا طعم خاص. أنت اللي من تميلين أكثر، العالمية ولا الشرقية؟ بصراحة العالمية. العالمية أكثر. تمام. يعني أمس كان تشايكوفسكي ووايد بحيرة البجع تعجبني يعني، عجبتني السيمفونية. إذا من الموسيقى خلينا نايف ننتقل للتراث والرياضات التراثية. في هذه الفقرة نتابع سفينة الصحراء، وهي تتصدر في أبو ظبي المشهد التراثي من خلال إقامة السباقات والاهتمام الاجتماعي والرسمي بهذه الرياضة. الهجن على علاقة وطيدة مع مجتمع الصحراء، حيث الاستخدام المتنوع لها سواء في التنقل والعيش أو في العلاقة اليومية والنفسية. وعندما انتقل المجتمع إلى أسلوب جديد فإن لم ينسى تلك العلاقة. خلونا نتابع تغريد تالي. في انتظار لحظة الانطلاق
بينما تقف الجمال على خط التراث العربي الأصيل في مضمار لسباق الهجن. ومن هنا أيضا تنطلق ذاكرة الصحراء إلى أجيال المدينة لتقول لهم تلك قيمة من قيم الحياة الأولى لا تنسوها. سباق الهجن في أبو ظبي تقليد قديم له جمهوره ورواده ومحبوه، ارتبط بالتراث حيث هو مفردة من مفردات البيئة الإماراتية وجزء واسع من العلاقة بين الإنسان والأرض وطريقة العيش، خاصة في مراحل زمنية قديمة تعود إلى ما قبل النفط والكهرباء. وقد حافظ أبناء الإمارات على هذه الملامح وحولوها إلى رياضة متوجة بجوائز وأشواط وتنظيم محكم. إن سباق الهجن في أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام لها طابع شعبي مرتبط بذاكرة الأجداد، وقد قطعت شوطا كبيرا في تكريس هذه الرياضة الأصيلة إلى جانب العديد من الرياضات الأخرى تراثيا وحداثيا. تبقى سفينة الصحراء في كل موسم رافعة أشرعة التراث، وهي تجري بسرعة إيقاع الترويض والتضمير إلى جنب وسائل الحياة الأخرى. دام ان احنا بعدنا في اجواء التراث، نبقى مع الجوله الميدانيه اليوم وسؤال حول مفرده من التراث، وهي محاوله للتعريف بتراثنا من خلال مفردات ومهن وعادات واسماء. نايف، هل سمعت عن كلمه لي حيمر؟ سمعت فيها لكني ما بقول معناها الحين عشان ما ودي الاستفتاء اللي احنا مسوينه واستطلاع الراي. اذا هالسؤال عين عشوائيه من الجمهور، خلونا نشوفهم. لحيمر؟ هزاع شو لحيمر؟ صغير الحمار. طب مجال ايه يعني؟ ساعدني شويه وانا اقدر اقول لك. المحمر. مين؟ الاحمر. اذا عندك اختيارات ولا ما عندك؟ ابن الجمل. معدن مثلا ولا اسم؟ الرحيمر؟ لا ما سمعت. ما اعرف الحيمر. سمعته بس يعني ما راحت مني يعني. ما عندي ادنى فكره شو الحيمر. صغير احمر. المحيمر اكله هي؟ ما شفت عليها هاي؟ الله اعلم شو الوحيمر هاي، اول مره بسمع فيها. حيمر اكله يمكن. اعتقد سماح احنا في حاجه لمتابعه مفرداتنا الشعبيه والاعتناء فيها اكثر، وتعليم اخواننا الصغار او فعلا الاجيال الموجوده معنا مدى اهميه الاعتناء بالمفرده الشعبيه، لأن أعتقد المفردة الشعبية أيضا لها مدلولات كثيرة، يعني ثقافية، معنوية، حسية، فعلا جمالية. حتى الجميل نايف أن في مفردات بين أبو ظبي وعمان والإمارات السبع تختلف، مع كأنه يعني شيء تلاوين معين، هي لكن المسمى غير يختلف. ألوان طيف حلوة وجميلة. فعلا. يعني تابعنا هذه الفقرة أيضا مشاهدينا مع الجمهور في مجال التراث، وطرحنا استطلاعات هذه الرأي عليهم، وشفنا ما في إجابات واضحة، لكن خلونا نذهب إلى الوالد خميس بن زعل لنعرف منه الإجابة. يا عيالي، لحيمر عاصفة من العواصف الرياح خطيرة وشديدة، ويسمونها الموت الأحمر، وهذا يسموه لحيمر، وهي عاصفة. إذن لحيمر هي عاصفة. يسمونها الموت الأحمر بعد. فهاي معلومة بعد جديدة نضيفها لمعلومات الجمهور. أعزائي المشاهدين، نتابع بعد الفاصل حوار المسرح والكلمة والجوائز العربية والمحلية مع الفنان صالح كرامة. أسئلة دينية تحيرك بل وتشغل بالك؟ نحن نجمع لك نخبة من علماء الدين الإسلامي الأجلاء لنحلق معهم في آفاق الإيمان، يجيبون على تساؤلاتكم في حوار شيق يقدمه فضيلة الشيخ طالب الشحي. آفاق إيمانية، السبت على قناة أبو ظبي الإمارات في التوقيت التالي. لأننا مندمجون.
مندمجون في محيطنا. مندمجون في مجتمعنا. دار زايد للرعاية الأسرية تمنح الأطفال الفرص المتكافئة والدعم الدائم. دار زايد للرعاية الأسرية تابعة لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية. ربع ساعة رياضة تعني وقاية. غذاء صحي، نصائح طبية وتقنيات علمية. كيف الصحة؟ كيف الصحة؟ على قناة أبو ظبي الإمارات في التوقيت التالي. هذا البرنامج برعاية هيئة أبو ظبي للصحة، تميز في الرعاية الصحية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأحبة. الفنان الإماراتي صالح كرامة العامري بين التمثيل والكتابة والحياة، هو أحد مؤسسي المسرح في أبو ظبي، والذي يعود إلى عام 1977. عصر تجربة إبراهيم جلال وصقر الرشود والمنصف السويسي، وفاز بجائزة مهرجان الرواد المسرحي في القاهرة، وفاز مؤخرا بالجائزة الأولى في التأليف المسرحي عن مسرحية هواء بحري ضمن مسابقة نظمتها دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة. قدم العديد من الأفلام السينمائية القصيرة والطويلة، وفاز بالصدفة الذهبية للمخرجين الجدد في مهرجان بأسبانيا، وحقق فوزا في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي في أبو ظبي، حيث حصل على جائزة أفضل مخرج خليجي. صالح كرامة العامري لعب على فنون مختلفة، القصة والمسرح والسيناريو السينمائي. هذا الفنان هو ضيف عدد اليوم من جريدة بلا ورق. حياك الله ويانا. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك أستاذ صالح، شرفتنا وشاكرين تلبيتك الدعوة لتواجدك معنا في جريدة بلا ورق. في الحقيقة يعني السرد الذاكرة أو السيرة الذاتية لأي فنان إماراتي يحتاج الكثير من الحلقات وكثير من الجلسات، لكن قبل أن ندلف إلى الذاكرة وإلى المحطات الكثيرة في حياة صالح كرامة، فقدنا البارحة أستاذ كاتب مسرحي وأديب الأستاذ سالم الحتاوي الله يرحمه، الكاتب المسرحي الإماراتي. ما أدري أنت كان عندك تعليق كنت تحب؟ طبعا يعني كان فاجعة كبيرة فقدان زميل العمري سالم الحتاوي، زميل الدرب الله يرحمه. فعلا سالم مدرسة كبيرة. طبعا أنا أعزي كل مسرحي إماراتي وكل فنان إماراتي. طبعا كانت فاجعة كبيرة جدا بفقد هذا الفنان الحقيقي، لأن سالم عنده ميزة الله يرحمه، أنه يكتب بالتراث ويكتب صحيح. بالأسطورة التراث. صحيح. وفعلا تجد أرج السواحل وزمزمية والجاثوم، يعني أصلت شيء اسمه تراث الإمارات. ونقل تراث الإمارات على مستوى الخليج حقيقة. يعني أرج السواحل فاز في مهرجان الخليجي في عمان. وكذلك أيضا بقية مسرحياته عمومت على مستوى الخليج. صحيح. واشتغل له في البحرين. فحقيقة فجعنا البارحة بوفاة سالم الحتاوي. الجميع كان مصدوم في الوسط الفني والثقافي الإماراتي بالفعل. صحيح فعلا. يعني ما أدري سماح أيضا هناك تحب تتداخل ويانا في يعني طبعا راح نلقي الضوء أكيد عليه في المحطات القادمة، ولكن كنا حابين نسأل عن مسرح طفولتك وكيف أثر في نصوصك المختلفة. هو حقيقة أنا طبعا عشت طفولتي في إمارة أبو ظبي، بالتحديد في منطقة اسمها منطقة الباور هاوس. هذه منطقة تتوسط الآن هي في وسط أبو ظبي اللي خلف نادي الوحدة تقريبا. هذا كان حينا الشعبي، ومن خلال هذا الحي الشعبي تعرفت وتحسست على المسرح. كان هناك مبنى كان سابقا نادي الجزيرة وتحول إلى مسرح الاتحاد. وتم تأسيسه من قبل مجموعة من الشباب الذي هم طبعا رواد المسرح.
جمعة الحلاوي، الجناحي الله يرحمه، رزيقة، عبد الله مفتاح. كان هذا المسرح يتوسط حينا الشعبي. وكتبت مجموعة قصصية اسمها سهرة مع الأرق، أهديتها أيضا للحي الشعبي، لحي الباور هاوس يعني القديم، وأهل الطيبين الذي لم أعد أراهم يعني. جميل. حقيقة من خلالها تحسسي الطفولي. كان المسرح عبارة عن تقريبا يرتادون هؤلاء الشباب النخبويين، وكان مجموعة من المخرجين العرب الذين لهم باع طويل في المسرح العربي مثل إبراهيم جلال. كان هذا إبراهيم جلال نعتبر أسطورة من أساطير المسرح العربي حقيقة. أسطورة. فبهيئته الضخمة يدخل إلى القاعة. صحيح. وهو صارم في بروفات، صارم جدا، حاد جدا، عسكري جدا. إبراهيم يعني والكل يخاف وينصاع لهذه الأوامر. وكنت أنا كنت طفل أشاهد هذا المشهد. وكان أيضا صقر رشود بهيئة العذبة يدخل هذا. وأيضا ما ننسى الله يرحمه الأستاذ المخرج قاسم محمد، أيضا وفاته كانت قريبة جدا. نعم توفى قريب يعني جدا. وقاسم مدرسة كبيرة جدا. نعم أفجعتنا أيضا. نعم. وسلطان الشاعر. الشاعر قبل ذلك. نعم. هذه القامات الفكرية والثقافية والمسرحية اللي كان لها يعني عبق التأسيس ولها بالضبط يعني كثير من الذكريات الجميلة فعلا. ونعود الآن إلى قضية كيف تأسس المسرح وتأصل. صحيح. ولذلك أنا كنت دائما أصر وأحتم على قضية أنه يكون في أندية ثقافية في الأحياء الشعبية تلعب كثير دور. يعني لو زرت في بعض العواصم العربية تجد في الحي الشعبي يوجد نادي ثقافي صحيح يمارسون الرياضة، بل هناك أيضا بجوار هو رياضي وثقافي. نعم. فيتورط تلقائيا صاحب الحي الشعبي. هاي أجندات النوادي أول ما بدأت أستاذ صالح، يعني بدأت بأجندة أنه يكون رياضي سماح، وأيضا يكون إلى جانب النشاط الرياضي ثقافة. يعني مو بس إلا رياضة وخلاص. يعني بس مشكلة أخوي يحطون التلفزيون في نص القاعة فينصرف الشباب طبعا باتجاه التلفزيون. زين، دام نحن تكلمنا عن الطفولة فكنا حابين نعرف شو الصعوبات اللي واجهتها؟ هي حقيقة طبعا الصعوبات كانت يعني بداية المسرح في السبعينات بالتحديد كانت تقريبا إرهاصات بوجود مسرح شعبي، وهؤلاء كانوا محملين بهذا الهم اللي هو نقل المسرح الكويتي تقريبا إلى المسرح الإماراتي، التجربة الكويتية. نعم. ونجحت، وكان صقر أيضا أصلها حقيقة في ما لا أول ما لا تالي. واشتغل على مجموعة من الشباب منهم سلطان أيضا اشتغل الجناحي وهؤلاء. في البدايات طبعا في بدايات صعوبات بسيطة، ولكن أعتقد أنها لم تكن بهذاك الحجم الكبير اللي هو كنا نتخيله. يعني لم تكن تلك المادة هي عقبة مثل ما يكون اليوم، لأن صارت الغلاء الفاحش شوية أثر في حركة المسرح وصيرورته. ولكن هناك العقبات البسيطة جدا، واعتقد انه هم حتى المجموعة اللي هي الرواد تغلبوا عليها. ولكن اعتقادي في السبعينات ظهر التلفزيون هي اعتقد هو مفصلي، بحيث ساعد على هجرة المجموعة اللي كانت الكوكبة، المجموعة تحولوا الى تلفزيونيين ونسوا المسرح، لان المسرح لا تنسى انه هو صعب ويمكن اكثر انتشارا، يمكن كان واكثر انتشارا بالتحديد. نعم. لكن تظل استاذ صالح يعني ايضا خشبه المسرح لها عبقها ولها روادها ولها اللي يعني يطرقون ابواب المسرح الى هذا اليوم. بالضبط. انا كنت يوم من الايام امشي مع محمد راشد الله يرحمه بعد شحفان القطو. نعم. في رمضان شحفان القطو يعني من اوائل ايضا بعد ما تخرج يعني كان الشعبيه. محمد راشد ما حد يعرفه الله يرحمه. سلطان الشاعر، عبد الله المناعي، محمد الجناحي، عبد الله مفتاح، كوكب، رزيق الطارش، كلهم هذول تخرجوا من هذه المدرسه حقيقه. يعني لهم تراث هم. فتفاجأ انه كل الناس يعرفون محمد راشد. محمد راشد صار له 10 سنوات ما حد يعرفه مسكين في المسرح. نصوصك المسرحيه تاثرت بالمسارح المكانيه، شو اللي تاثرت به؟ هو طبعا لابد انه المكان يلعب دور في يعني فلسفه المكان تلعب كثير في عمليه النشوء الاولى بالنسبه للمبدع يعني. فانا اعتقد ان الحي الشعبي لعب كثير في نصوصي، يعني حتى في مجموعه القصصيه تجد رائحه الحي الشعبي. جميل. تجد هؤلاء الناس المهمشين، تجد الناس البسطاء، تجد ايضا انعكس ايضا في المسرح. ولكن المسرح ايضا تحول، اخذ منحى اخر. لما اكتب بالفصحى ياخذ منحى اخر، يعني صحيح المكان، ولكن يظل الابطال الحقيقيين للمسرح يحلقون يحلقون تقريبا خارج هذا المكان. وكيف تتقرب من الابطال اللي تكتبهم؟ كيف تكون تعيش هم طبعا شخصيتهم؟ يكونوا يعيشون معك،
تلتقطهم في الشارع، تلتقطهم في اي مكان، تلتقطهم في المقهى. هؤلاء ناس يعني ممكن طبعا هذه تقنيه الشاعر والكاتب اللي الحس دائما متمازج مع مجتمع ومع بيئته. انا اتذكر كلمه في لقاء خاص مع الاستاذ المخرج عبد الله السعداوي. عبد الله السعداوي مخرج بحريني وقامه كبيره، عمل والتعاون ايضا في مسارحنا الوطنيه. قال لي مره: انا ما زلت احتفظ باندهاشاتي كطفل. صحيح. أعتقد اندهاشات الطفل هذه من الحي ومن البيئة الصغيرة وتكويناته إلى الكبر. هناك تجارب كثيرة تمر فيها، كثير من الصور، كثير من مشاهدات سماح أكيد تؤثر فيك وتعطي فيها. طبعا في مقولة لتشيخوف مهمة جدا، أنه هو يقول لك أنطون تشيخوف الأديب الروسي يقول أنه هو الكتابة تأتي من النسيان. صحيح. يعني عندما تكتب أنت بعد ما تنسى تبدأ هي تثور، يعني اللاوعي يدخل اللاوعي، فهذا شخوصك. طيب ما دام تجرتنا إلى أنطون تشيخوف، هو دائما هذا الأديب الساخر الثائر على المجتمع، على كثير من القضايا، في ساخط دائما. ليش تأثرت في كتاباتك المسرحية بمسرح العبث؟ لا، مش هو مسرح العبث، هو مسرح اللي هو لا بعد الحداثة. بعد الحداثة يتم تصنيف أحيانا، أنا طبعا على مستوى الوطن العربي، أنه هو يعني من بعد الحداثة، من الكتاب بعد هذا المسرح اللي هو يمزج بين الواقعية السحرية الحديثة ويمزج. طبعا عندما تكتب لا تحط قوالب أمامك، يعني ما ممكن أنا أكتب واحد قوالب أن هذا مسرح ولكن طبعا كل فن له لخطوط معينة يعني. وعندما يعني شخوصك هي تقودك باتجاه حتفها مثل ما يقولون، يعني اتجاه حتفها. فأحيانا هذا المسرح اللي هو المسرح الحديث اللي بعد الحداثة يأتي مغري بعض الشيء، مغري على مستوى المسرح الفقير بعض الشيء يعني. ولذلك يتناولون كثير اللي هم محدودين، مثلا الديكور. فيقول لك يا اخي انا ببدا بهذه المسرحيه لانه مو مكلفه ديكور، فاشتغل دائما على الممثل. فتجد معظم المسرحيات يفوز فيها الممثل لان النص يتجه باتجاه الانسان. انا طبعا من انصار الانسان يعني. جميل. طيب اين انت من التمثيل والسينما والسيناريو؟ طبعا كانت ما شاء الله الفن عندك لعب، فلعبت قد اجدت الدور في التمثيل وفي القصه وفي السيناريو وفي السينما، فوين لقيت نفسك؟ وش الخبره اللي اكتسبتها؟ لا، بالنسبه للتمثيل انا فاشل تمثيليا يعني. ما تركت هذا الحيز. اخر دور مثلت مع جواد الاسدي اسمندلي، وطبعا حتى جواد قال لي يا اخي اجلس بعيد عنه. لا، تمثيليا انا طبعا لا استصيغ، لان مهنة شاقة جدا تحتاج إلى تركيز حاد جدا. الممثل هذا فعلا أشفق عليه أحيانا، لأنه يحتاج إلى تركيز ودرجة خيال لا محدود يعني. تقمص الادوار، طبعا المعايشه هذه التقمص يعني اشوف من احيانا على الخشبه كيف ينزفون مساكين يعني. صحيح. تمام. بالنسبه للكتابه السينما طبعا انا اتجهت للاخراج والكتابه. واخر فيلم كان اسمه حنه، فزت فيه في الشرق الاوسط وعرض قبل فتره في الخليجي. يتكلم عن تجربه حياتيه للحي الشعبي ايضا، واستخدام مفردة حنه ايضا جميل يعني. الحنه ما رحت بعيد، الحنه ونحن هي حنه، هي مرادف، هي البنت بطلة الفيلم اسمها حنه. ونادرا ما نطلق حنه على احد في الامارات يعني. بس هي لعب على الموروث تقريبا، لعب على الموروث من يعني الحناء ومن حنه. والحنه ايضا قابله للاختفاء. تمام. يعني طبعا تكلمنا الحين عن ما شاء الله رجال برزوا في الامارات. صحيح. ولكن اكيد المراه هي نصف المجتمع، ولا شو رايكم؟ اكيد انا طبعا. فلاي حد شكلت لك هاجس المراه بحيث انك كتبت عنها؟ طبعا بالنسبه للمراه تشكل كثير يعني مرتكز في مسرحياتي يعني، وحتى في حياتي يعني. أنا عندي في المجموعة القصصية قصة اسمها يوم من عمر الفرح، تتكلم عن مرأة يعني قابلة في الحي الشعبي، تقوم بالتوليد الحي الشعبي، وتجد الناس كلها حولها يعني. هذه المرأة هي اللي تقود الحي الشعبي كاملا يعني. أيضا تكلمت في عيناها عن المرأة، كيف أن هذه المرأة هي التي تقوم بمساندة الإنسان ومساندة الرجل، وهي التي يعني هي مدرسة بحد ذاتها يعني. وانا حقيقه يعني المراه لعبت دور في حياتي الشخصيه يعني، على مستوى حتى جدتي، هي الام، هي الاخت، لا هي حقيقه حديث الجدات يمكن. اي بالضبط، هو هذا الاساس يعني. انا جدتي لعبت دور كبير في عمليه تنميه مخيلتي يعني. جميل. اي تنميه مخيلتي يعني. قبل النوم عندما تغمض عيناك وتنظر للسماء الصافيه وتتخيل ما حولك. المراه كانت اقاصيصهم الحلوه، حكاياتهم بالضبط، تراديف هذه طبعا عطوفات بالضبط حنونات يعني.
صحيح. المهاوى يقولون المهاوى اللي خرفتني بخريفه وتلاقيها مجريفه. جميل. صحيح. يمكن اصبح الفوز حصد الجوائز جزء من تجربتك، وفوزك الاخير في جائزه الشارجه للتاليف المسرحي عن امريكا وبحري، فوزك مهرجان ابو ظبي السينمائي ايضا اكيد اعطاك شيء هذا الفوز واضاف في تجربه السنين معك. صحيح. هو فعلا يعني لسخرية القدر اني انا افوز فائز جائزة عالمية ثم جائزة عربية ثم في الاخير جائزة محلية. فعكست آية اللي هي الآية اللي الهرمية، يمكن الهرم بالضبط. ماركيز يقول ابدأ بالمحلية حتى تصل العالمية. فالمسألة ليست هي قضية فوز، بس هذه الجائزة بالتحديد لها مذاق خاص يعني بالنسبة لي، لأنه هو عودة الإنسان إلى الحضن الدافئ. أنا طبعا أشكر الإدارة الثقافية، الدائرة الثقافية بتبنيه بالأساس، تبنون الدائرة الثقافية منذ القدم يعني بأن طبعوا مسرحياتي وعرفوا العالم علي، فبالتالي كأني عدت إلى بيتي الدائرة الثقافية بالشارقة. وما في أفضل طال عمرك أيضا من تكريم أهل الدار لأهلهم. صحيح. يعني لما أنا أكرم وسط أهلي وبين أحبابي وبين ناسي، ما في أعز من هذا التكريم. تكريم آخر. وإحنا كشعب نفخر أن في عندنا فنان مثلك. الله يسلمك. بالفعل نعم أستاذ صالح. أستاذي يعني أنت أيضا فزت بالصدفة الذهبية في يعني في اسبانيا بمهرجان اسبانيا المخرجين الجدد. تحدثنا شوي عن هذا الانجاز. هذا الانجاز الله يسلمك، انا طبعا كتبت هذا الفيلم اسمه عربة الروح، وكان عربة الروح وكان من مقرر ان اخرج هالفيلم في الصين. طبعا تم تصويره واخرجه المخرج البريطاني اسمه كورناد كلارك. طبعا الفيلم يحمل دلالات معينة عن الحياة والإنسان وهذا، وطبعا خضع هذا الفيلم لرقابة صارمة في الصين على لأن المستوى حتى يصل إلى، لأن في محاذير في الرقابة. تم عرضه في الصين ولا تم عرضه طبعا في أنحاء العالم الآن، عرض هذا الفيلم في سينمات أنحاء العالم. ولا ليش صوره في الصين؟ لأن التكلفة قليلة، بصوره بالكاميرا الرقمية الهاي ديفينيشن، ولسه كانت جديدة هذا النوع التصوير. ففعلا تكلفة الفيلم 500,000 درهم، لا شيء بسيط كوست هذا. فطبعا الرجل ذهب إلى مهرجانات عدة ووقع الاختيار على سان سيباستيان المخرجين الجدد، وفاز بالصدفة الذهبية طبعا مناصفة إخراجا وكتابة أنا. وهذا تعد طبعا بحد ذاته إنجاز ضخم جدا، وإنجاز ينحسب للإمارات. شخوص العمل من هم؟ شخوص العمل طبعا هم الصينيين، تحول الى الصينيين. طبعا هو شخص العمل ممكن اي عمل تقومه حتى لو في اي منطقه، حتى ممكن يطبق هنا بالمناسبه يعني، ولكن طبعا تبدل حسب الموجود عندهم. موجود صينيين فاستخدم ممثلين صينيين واشتغل على هذا الموروث لديهم يعني. جميل. وبالتالي العمل يحمل دلالات انسانيه عامه يعني عامه، ولو كان له وقع كبير جدا. ثم هو ايضا حقق فوز عندنا هنا يعني في مهرجان عرض ايضا في مهرجان الخليجي اللي يسمونه سينما الهواء او لا هو ما عرض طبعا سينما ضخمه جدا، هو يعتبر السينما المحترفين. هذا السينما المحترفين عرض في الخليجي وعرض في انحاء العالم. انا حتى حضرت في مهرجان بومبي في الهند ايضا حضرت. ما شاء الله. برايك فنان، المهرجانات السينمائيه اللي تقام في ابو ظبي وفي دبي كيف تفيد دوله الامارات؟ هو طبعا تفيد على مستوى البصريات أكثر شيء يعني. طبعا نعود إلى قضية مهمة جدا، أن هي السينما لكي تحقق فيلما سينمائيا أو منجز سينمائي عليك أن توفر رأس المال. هذا مهم جدا، أن السينما صناعة بدون يعني. صحيح شبابنا يتجهون باتجاه الكاميرا الرقمية، ولكن أيضا في نفس الوقت يدخل تحت طائلة العنصر المادي، يعني يكون عليه كثير ضغط عليه من الناحية المادية. وأعتقد أن المهرجانات هي تحقق هذا التفاعل الثقافي والمنظور والبصري، ويظل الإنسان محصور أو الفنان المبدع محصور في هذا القالب مع النقاد. ولكن بعد انتهاء المهرجانات تعود إلى هنا قضية الإبداع، الانشغال على النفس، انشغال على القراءة، انشغال على البصريات، انشغال أيضا على بحث عن رأس المال. فيظل المبدع يبحث عن رأس المال. إذا وجد رأس المال بشكل صح يستطيع أن ينفذ منجزه. وإذا أقل من رأس المال فيتجه إلى الأفلام القصيرة. يعني نطمع أن نكون
لدينا فيلم طويل، لأن الفيلم الطويل هو يحقق المعادلة يعني. لكن أيضا يعني حلم الفيلم الطويل يعني أيضا يحتاج إلى دعم حكومي معين من إدارات الثقافة، من جهود حكومية كبيرة أيضا تقف في هذا المشوار. تتفق معي في هذه النظرة أعتقد؟ أنا حققت هذا الفيلم طويل اسم حنة، حققته. طبعا أنا درت على كل المؤسسات الثقافية مع الأسف يعني كثيرين يتساءلون أستاذ صالح يعني إحنا من متى عندنا لله الحمد كثير من الخيرات، كثير من النعم، وبدينا في المسرح، بدينا في التلفزيون، بدينا. طيب ليش تأخرت مسألة أن يكون عندنا هناك أساسيات متينة للإنتاج السينمائي؟ هو طبعا لابد هذا السؤال، يعني هذا سؤال كثير مهم. أول شيء أنك لابد أن تثق بمبدعيك. مبدعيك هذا المحليين لازم تثق فيهم. مسألة ثقة يعني قبل كل طبعا شيء. لازم تثق فيهم، تضع امامهم يعني تحط اولى بالثقه حتى تسلمهم راس المال. انا اعتقد المشكله الاساسيه ان المؤسسات الثقافيه المعنيه لازم تقوم حازمه في نفسها، لازم تقدم راس المال بشكل واعي، لا تقدم مثلا مثل بشكل خجول يعني. اذا المساعده بشكل خجوله فراح نوصل الى ان فيلم قصير. فنعود الى فيلم حنة هذا. فيلم حنة هذا تكلفته الماديه 2 مليون. تمام ما شاء الله. من اين اتيت هذا المال انا؟ طبعا لو ما ساعدونا زملائي وهؤلاء الناس اللي هو منتج، حتى المنتج انجليزي صديقي يعني، هذا اللي اخرجت العمل، اللي اخرج العمل لي هو انتج الفيلم على حساب. والان وصلنا الى نقطه مو قادرين نسدد الفلوس. يعني المشكله وين الكارثيه؟ المشكله الكارثيه انه هو كل شيء صار يعني راس مال السينما. انتم محتاجين شباك تذاكر يمكن. وايضا انه مشكله فيلم غير تجاري يعني دخل تحت طايله. فلازم تكون المؤسسات الحكوميه بالذات تكون معنيه بدفع المبدع المحلي. انزين نعود بالذاكره الفنان صالح كرامه للافلام السينمائيه الخليجيه من الخمسينات، شو اللي برز منها حتى الان؟ والله الخمسينات بس يا بحر فقط يعني فقط. وكانت انا اعتقد انه هو المشكله الاساسيه اللي يقعون فيها مبدعين بالتحديد يعني ان هم يتصورون السينما كصناعه مسلسل. هذا مختلف، عالم مختلف يعني. ممكن تصنع مسرح وسينما، المسرح مختلف. انا عندما اكتب للسينما مخالف انا اكتب للمسرح واكتب قصه. هذا عالم مختلف ويحتاج الى تكنيك معين، وهذا عالم مختلف يحتاج الى تكنيك معين. فما ممكن تكون عقليه المبدع يتصرف كما انه يتصرف على اساس مسلسل له تكنيك معين، والفيلم يحتاج اولا الى عين بصريه حاده يعني. يكون اللي هو الدي اي بي اللي هو القائم بالتصوير صحيح، له علاقه بالفوتوغراف، له علاقه تحديدا صحيح بالتشكيل البصري. نعم. تشكيل بصري. فاذا نعم. غابت هذه المنظومه يصبح أسير للقوالب العادية، فيصبح الفيلم كأنه فيلم عادي تصوير. أيضا يقع المبدع في نقطة أخرى، نقطة الاستعجال. وين يجب الاستعجال؟ أنه لما يجد ممثل صبور معه، فتجد الممثلين المساكين زملاء مشغولين بكذا عمل، تمام، فيقع تحت طائلة الإلحاح، وبالتالي يقدم أي مشهد كان يعني تمام وإنتاجه بسرعة بالضبط مشهد كان. انظر إلى قضية حنة. أنا رحت طبعا استعنت ب80 شخص عمرهم ما وقفوا أمام الكاميرا. ما شاء الله. أي عمرهم ما وقفوا أمام الكاميرا. جبت شبابنا ووقفتهم أمام الكاميرا. ما شاء الله. وجبت يهالنا ووقفتهم أمام الكاميرا، ورجعتهم من بيوتهم خليتهم يعيشون الفريج الأولي. الله. أي هني صارت اللعبة. استعادة هذه المشاهد القديمة سماح من الحياة أي بالتلقائية. التلقائية هذه يعني حتى رائعة. بالضبط لما يوصل الممثل إلى عملية التلقائية هذه يحتاج إلى مراحل ضوئية. صحيح. يحتاج إلى تحضير نفسي، محتاج لخبرة بعد فنان، محتاج لخبرة. خبرنا عن مرجعياتك الثقافية. يقال أنك من السفر ومن القراءة كثيرا لك هاي مرجعياتك الثقافية، وأيضا الأصدقاء لهم جزء، فخبرنا شو أضافوا لك. لا هو المرجعات المكانية تظل هي الأساسية يعني. نحن نعود إلى منطقة الفريج هو اللي يظل هو الأساس. كلنا يمكن كنا الإماراتيين. بعدين هو ممكن أنت تسافر حتى في أثناء وطنك، ترى بالمناسبة تسافر في نفس المكان أنت مع شخوصك يعني. بالإضافة إلى القراءة المستفيضة، الاطلاع المستفيض حتى على مستوى التشكيل وعلى مستوى أيضا المشاهدة السينمائية، هذا تلعب كثير. فأنا اعتقادي أن أي فن
ليس منفصل عن الفنون الأخرى، يعني الفن هو مكمل للآخر يعني. وعناصر الكتابة دائما في جعبة الكاتب، وين ما حل وسافر ورد دائما هالعناصر تتشكل قدامه، الناس الشخوص في كل مكان يعني. لا هو طبعا صحيح، هو هذا المراقبه الشديده. يعني على محور المراقبه الشديده على الكاميرا، يعني برجع للسينما مره ثانيه. نرجع للسينما. بس في مقوله دوستويفسكي انه هو يقول لما يصبح امامي مشهد امام عراق اسعد انا. ليش؟ لان انا اشاهد وايد في تاثر بالمدرسه الروسيه التامليه هذه. لا هي مدرسه عالميه بالتالي، مدرسه عالميه يعني، سواء كان حتى الاوروبيين وماركيز، يعني المراقبه الشديده الحتميه توضع امام المبدع، لابد ان يراقب بشكل فعلي. حتى كان استاذي عون الكرومي الله يرحمه، الله يرحمه، يقول قودوني امام اجلس امام قودوني الاسواق، لا تجلسوني في مكان كوفي شوب يعني انيق، شيء مغلق. ايوه خذوني للحي الشعبي، خذوني للقهوه حتى اراقب الناس بشكل فعلي. فكان عوني فعلا لما اشتغلت مع مسرحيه القائله والقائل نعم لبرخت، بدانا ننسجها في المقهى. بس هذا كله في اطار التجريب اعتقد. التجريب كان عوني فعلا. اشتغل برخت القائله والقائل نعم لبرخت، اشتغل في اطار التجريب، حتى الديكور كان مجرب عوني. وشو اي نص يعني ممكن تتناوله انت، حتى شكسبير مثل ما تناول البسامه عمل تجريب فيه ضخم، عمل تجريب كثير، نسف النص يعني. وكان عندنا اعلان طبعا عن المسرحيه، نسف النص بكل حذيره يعني. في الختام فنان حابين نسالك، تكلمنا عن السينما والصعوبات اللي تواجهها، فبرايك شو الحلول؟ الحلول هي اهم شيء وقفه نوعيه من المؤسسات يعني الصارمه جاده بدفع المبدع، هذا بدون هل تقنيات معينه؟ التقنيات الان توفر اختي، التقنيات توفرت يعني. الكاميرا الرقميه حلت الان هاي ديفينيشن، حتى حلت يعني كثير الصعوبات، استعاضت يعني كثير من التقنيات اللي ممكن يصير يعني. اذا بس الدعم هو الدعم المادي يقع امام عقبه امام مبدع. طيب بالنسبه للبادئين او الجدد الشباب اللي يبغون يدشنون مشاريعهم السينمائيه، ايش تنصحهم استاذ؟ انصح بالقراءه. بالقراءة كثير. أنا كنت يعني بالقراءة والمشاهدة بكثرة يعني. كان أنا دخلت كثير لجان تحكيم، أيضا لجان نقاد في المهرجان الأخير واللي قبله يعني. حتى يجوني من أخوان من الخليج يعني. فانصح بالقراءة يعني. القراءة ما منفصل عن المشاهدة ترى يعني. ما ممكن تهمل القراءة وتروح باتجاه وأيضا حتى القراءة بالعين البصرية هذه يعني مهمة أيضا يعني. طبعا كيف يا أخي، كيف راح أكون سينمائي وأكون مخرج وأكون مصور؟ الفوتوغرافي يا رجل مهم. الكاميرا فوتوغرافية. إذن احنا استمتعنا بالحوار معك فنان صالح كرام العامري، يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا لفنان صالح كرام، الفنان هذا الجميل يعني ما أقدر أتكلم عنه وما أعرف كيف أصفه. نتمنى له كل النجاح الدائم والتوفيق في حياته. شكرا لكم مشاهدينا على متابعتكم هذه الفقرة، وخلونا نتابع باقي فقراتنا بعد هذا الفاصل. المقناص على قناة أبو ظبي الإمارات في التوقيت التالي. Inside the National, bringing you tomorrow's news today. National news, international news, sport, business, arts and life, and much more. Inside the National, weekday nights at 7:30 on Abu Dhabi Al Emirat. ربع ساعة رياضة تعني وقاية. غذاء صحي، نصائح
طبية وتقنيات علمية. كيف الصحة؟ كيف الصحة على قناة أبو ظبي الإمارات في التوقيت التالي. هذا البرنامج برعاية هيئة أبو ظبي للصحة، تميز في الرعاية الصحية. الأضخم، الأسرع، الأعمق، الأطول، الأغلى، الأقصر، الأكبر، الأقوى، الأصغر. وما الحياة دون جديد يدهشك؟ جينيس وورد ريكوردز على قناة أبو ظبي الإمارات في التوقيت التالي. أفلام إبريل وقمة التنوع، التصوير لكسب الرزق والعيش بهناء، أحمد زكي ومنى زكي في اضحك الصورة تطلع حلوة، سحر النظر وسحر القلوب محمود عبد العزيز في الساحر، أن تدعو رئيس الجمهورية لحضور حفل الزفاف وتختلف مع من تحب هاني رمزي وحنان ترك في جواز بقرار جمهوري، عندما تتخطى الصداقة كل الحدود أحمد آدم وصلاح عبد الله في فيلم هندي. الأفلام العربية تأتيكم على قناة أبو ظبي الإمارات في التوقيت التالي. رح تكونوا ضيوفي بسينما مزيكا حتى تخبروني عن آخر أخباركم، وسوا رح نعيش ونحكي عن تفاصيل آخر مشاريعكم أول بأول. رح أسمعكم أنا وكل مشاهدي سينما مزيكا، رح نعيش على أنغامكم. رح تابع حضوركم بالمهرجانات، ورح أعرض أهم لقطاتكم، ورح أعيش تفاصيل كل مشاهدكم، ورح أعرف كل أسراركم. أنا نيرما، كل هيدا رح تشوفوه بسينما مزيكا، تابعونا. سينما مزيكا على قناة أبو ظبي الأولى في التوقيت التالي. أخيراً نتوقف مشاهدينا مع أجندة الأسبوع، حيث العديد من الأنشطة الفنية والثقافية في أبو ظبي. مهرجان وماد على كورنيش أبو ظبي في 23 و24 و25 من نيسان أبريل. ورشات عمل مهرجان وماد للكبار والصغار في مركز المواهب والإبداع بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث في 23 و24 و25 من نيسان أبريل. موكب استعراضي احتفالي للمهرجان على كورنيش أبو ظبي في 25 من أبريل نيسان. ما شاء الله نايف، أشوفك مع الضيف عندك ذكريات من المسرح، فشو سالفتك مع المسرح؟ المسرح جميل، أنا عضو مسرح الشارج الوطني، عضو لجنة الثقافية أيضا. المسرح يعطيك حياة ثانية، عوالم ثانية سماح، تقدرين تجربين في نفسك، تقدرين تعيشين كثير من الحيوات، خل أسميها فلسفة ناس، بساط القصص الكثيرة فيه، يعني فضاءات متنوعة، فضاءات لك احتكاكات طبعا مع أكيد أصدقاء وأعزاء الأصدقاء والفنانين الموجودين هناك. طيب، إذن أعزائي المشاهدين، شفناكم وسعدنا بصحبتكم في برنامجكم جريدة بلا ورق. تابعونا في الحلقة الجاية، والله يحفظكم. غدا مشاهدينا يوم آخر ولقاء آخر يتجدد فيكم بكل الحب وكل الخير والسلام. المشهد الفني والثقافي والاجتماعي يتجدد أيضا معكم في أبو ظبي. إلى اللقاء.